مم. صباح الخير يا مصر. صباح ما كان طلع أحلى مما كنت أتوقع. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. طب يا جماعة، أحب أقول أنا المجنون اللي نزلت من البيت تاني، بس المرة دي متأخر شوية بصراحة. بعد الساعة 7 وتلت أهي، بس الشمس لسه طالعة، يعني هو فرق توقيت بس. عنوان الفيديو النهاردة: ليه أنا مختلف. يعني خلينا نقول الاختلاف دايما مش حاجة حلوة يعني، بس عندي كذا نقطة وكذا سبب بصراحة. أنا مش عارف أبص الناحية دي عشان الشمس. آه الفكرة كلها في إن أنا من وأنا صغير وأنا ما بحبش الناس قوي. ف يعني دايما هي الدايرة اللي حواليا بس الناس اللي أنا اتعرفت عليهم في شغل، بقى اتعرفت عليهم في حياتي بشكل عام. كنت مع واحد صاحبي فتعرفت على صاحبه ومش عارف ايه. هي العلاقات دي هي دي الدايرة بتاعتي عامة. الدايرة بتاعتي طبعا كل فترة كده كده بنشيل منها شوية بصراحة، يعني عشان النظافة مهمة يا جماعة في الحياة يعني. وإن أنت محتاج تنظف حياتك أول بأول، عشان يعني هي فعلا مش ناقصة، فاهم؟ مش ناقصة قرف خالص يعني. فدايما كنت بسأل نفسي مثلا ليه حد ينزل بوست ويبقى عنده شوية فولورز زي حالاتي وبتاع، تيجي في الآخر تلاقي الناس اللي عاملة له كومنتات أو عاملة له لايكس على الستوري وبتاع، الناس اللي مش أصحابه أو مش الدايرة اللي حواليه وبتاع. بتبقى الناس الغريبة، الناس اللي عاملة لك فولو عشان خاطر عاجبها محتواك، الحاجات دي، فاهم؟ فدايما كنت بسأل نفسي ليه مثلا ما بيتعمليش كومنتات من ناس وأحلى واحد وأجمل واحد في الكوكب وكده. بس أنا يعني بصراحة عشان أنا شخص ممكن أقول نرجسي شوية بصراحة، مش قوي. فقلت عادي، يعني إيه المشكلة؟ إيه المشكلة لما أبقى عايش كده حياتي لنفسي، بنزل حاجة مش شاغل بالي مين يعمل ايه ومين ما يعملش ايه. فعشان كده برضو نادرا 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 تلاقيني في الشارع خميس او جمعة. طبعا من كفر الشيخ عارف خميس وجمعة كفر الشيخ بتبقى عاملة ازاي يوم الخميس والجمعة. فنادرا لما تلاقيني في الشارع عامة. بس فيعني كانت قصتي من وانا صغير فكرة ان انا اساسا ماليش خلق للناس قوي. بتعامل مع الناس كده اللي هو ايه، على قد الشغل يا عم وانجز حالك، يلا خلينا نخلص، مش ناقصة قرف. بس والله يعني هي دي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت. بس أنا بصراحة أنا شايفها حاجة حلوة مش حاجة وحشة. أنا دلوقتي راجل رايق، تمام، صحيت من النوم ولبست ونزلت ودخلت مكان لقيت اللي جوه المكان نايم، وصحيته عشان يعمل لي قهوة. بس أحلى حاجة في الموضوع إن كل الترابيزات اللي حواليا دي مفيش فيهم ولا ترابيزة عليها واحد. فمرتاح بقى، حاسس إن أنا بتكلم مع إخواتي يا جماعة، بتكلم مع إخواتي. وبصراحة الموضوع حلو موت يعني، ومريح موت. فكرة ان انت تبقى قاعد بتتكلم مع الناس وانت قاعد لوحدك حلو موت. حاسس ان انا قاعد في الاستوديو كده مش قاعد في الشارع. المهم ان انا مبسوط جدا بحياتي دي، مبسوط جدا ان انا مختلف، مبسوط جدا بفكرة ان انا مش شخص عبثي. يعني مش بحبش العبث في حياتي بشكل عام. وايه تاني؟ ممكن حياتي مش منظمة قوي، نومي مش منظم قوي، الحاجات دي، بس الحاجات دي عادي يعني يا جماعة. ماشي الدنيا عادي، الدنيا بسيطة يعني. بس يا جماعة، فدايما يعني النصيحة بقى بتاعت الفيديو: هتلاقي الدعم دايما من الغريب، مش هتلاقيه من اصحابك، وتلاقيه من الناس القريبة منك. فما تستغربش، ما تستغربش، ها، عشان خاطر هي دي الحقيقة. يعني انت كده كده القريب شايف ان انت قشطة يا عم، انت زي الفل، وفي قريب بيبقى شايفك ايه ده اعلى مني فمش هينفع ومش عارف ايه. فهي بصوا يا جماعة، هي رايحة جاية. انت كده كده ايه، هو ما عملكش حاجة الفلانية النهاردة
واحتاجك بكره ومش هتعمل له الحاجه الفلانيه بتاعته فمش عارف ايه، فخلاص الدنيا ايه هتبقى باظت منك. بس فيا جدعان انا عن نفسي انا راجل رايق ومبسوط والحمد لله، ومبسوط بالروقان اللي انا بعمله بحياتي بشكل عام الحمد لله. يعني الحمد لله الحمد لله على نعمة الرضا. بس والناس دي قهوتها حلوة وسعرها كويس ومناسب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.